ورساله لمجلس الاداره: نلبس ابيض، بلاش الوان، بلاش اسود، بلاش كحلي، بلاش اي لون تاني غير لون نادي الزمالك، اللون الابيض ابو خطين حمر. هم لو هيخافوا من اللون هيخافوا من التيشيرت ده، التيشيرت الابيض ابو خطين حمر. بطلوا كلام فارغ ملوش اي دليل وملوش اي مدلول في الملعب. ان شاء الله هنلعب بزينا الرسمي وهنكسب النادي الاهلي. وبجد النهارده ميلاد مدرب كبير احمد عبد الرؤوف، النهارده قرا الماتش بذكاء مفيش بعد كده. لاول مره السنه دي نحس ان في مدرب على الخط بيقرا المنافس وهو عارف هو بيلاعب مين. وانا واثق في احمد عبد الرؤوف، هو عارف هيلاعب النادي الاهلي ازاي. كل لعيبه نادي الزمالك النهارده نجوم وتستاهلوا الصعود النهائي. ومش بس كده، تستاهلوا تبقوا ابطال كاس السوبر، وهو ده اللي هيرضي جمهور نادي الزمالك وهيرضيكم انتوا كلعيبه، عشان تردوا على الناس كلها اللي شككت فيكم في ماتش القمه الاخير. ان شاء الله كل الدعم ليك يا احمد عبد الرؤوف وللعيبه، اللعيبه الرجاله. اي 11 لاعب هيلعب ماتش الاهلي انا واثق ان انتوا هتكونوا رجاله بعد السيناريو اللي حصل في الماتش النهارده وقله المعطيات ليكوا كلعيبه ولاحمد عبد الرؤوف. بس قدرنا نكسب وقدرنا نصعد عشان نقابل النادي الاهلي، ومحدش بيصعد بالسيناريو بالطريقه دي غير لما يكون ربنا ناويله الخير، وان شاء الله يكون هو البطل. نادي الزمالك انت بطل السوبر السنه دي. اللعيبه حطوا قدامكم الموضوع ده، احنا ابطال السوبر، هنكسب اي حد. احنا نادي الزمالك عشان خاطر الجمهور نعمل اي حاجه، وان شاء الله تكونوا ابطال السوبر لانكم فعلا تستاهلوها.